عارف انت فرحة احمد حلمي في فيلم ظرف طارق لما عرف ان خالد الصاوي ما بيحبش نور الممثلة، فراح بقى رجع فرحان جدا فبيقول لك سارة طلعت مش سارة يا معتز، سارة طلعت مش سارة. هي بالظبط ده حالتي يعني. وانا بعد اول كده لما اتفرجت شوية على الماتش مع زمالك فريرة مش زمالك وزوريو، الفكرة إن الواحد كان عمال يسمع أخبار ويسمع كلام ومتفائل جدا بجون إدوارد واللي بيعمله والصفقات الجديدة، وعمال وبجد فيه يعني إيه اللي هو بجد فيه شوق قوي، يعني فيه شوق قوي يعني لبداية الزمالك. من سنين بصراحة الواحد ما كانش عنده التفاؤل ده ببداية موسم، ولكن تيجي تسمع بقى ماتشات الوديه واخبارها تكتئب يعني فاهم. ما فيش يعني، عمال تسمع الناس اللي بتتفرج على الوديات مخوفينا جدا ان الراجل فريرا ده راجل هجومي وهنجيب اجوان كتير وهيجي فينا اجوان اكتر و... و... وشكلنا هنعيد تجربة أوزوريو تاني والكلام الجميل ده اللي هو كان يعني مش مطمنا تماما. فكانت في حالة غريبة رغم ان احنا يعني انا فاكر ان انا في البودكاست لما اتكلمت انا وشريف كنا بنتكلم، يعني اتكلمنا عن مسيرته، اتكلمنا عن كل حاجة من جوانب الراجل، وانا اتكلمت تحديدا عن البودكاست الكامل اللي سمعته عنه واتكلمت عن كل حاجة فيه. يعني الراجل قال ايه بعضمة لسانه، وقال ان هو بيحب اتنين مدربين يعني اصلا بيلسا وسيميوني، وقال ان هو مش زي جوارديولا اللي هو الراجل اللي هيجي نوعية المدربين اللي هي تيجي تقول للفلان فلان فلان دول ما يلعبوش ودول بس اللي يلعبوا، او الحكاية اللي زي كده والاتباع النمط الواحد ده، انها مش حتته. هو قال كده بعضمة لسانه في البودكاست وقلنا كده احنا. لكن الصراحة اللي كان بالأخبار اللي جاية من الناس يعني في الماتشات الودية كان رعب بصراحة، يعني كان الواحد خايف جدا. وخاصة إن سيراميكا يعني علي ماهر آه بيلعب كورة كويسة جدا مع الفريق ده، وعامل فريق منظم جدا وفريق فيه أسماء كبيرة جدا وفريق رخم جدا نقطة الكورة يعني. ولكن الحمد لله يعني آه قدرنا ننتصر في النهاية. والنهارده انا في الفيديو ايه اللي عايز اقوله، انا هتكلم عن كذا نقطه يعني تحليليه او كذا نقطه فنيه. ايه هي؟ اول حاجه اتكلم عنها، طب ايه يعني انت بتقول لي زمالك ده مش زمالك اوزوريو وده زمالك فيريرا، طب ايه هو بقى زمالك فيريرا ده بكوره وايه زمالك فيريرا ده من غير كوره؟ يعني ايه الفكره في ناصر ماهر ده ان هو جناح؟ هل هو جناح كويس فعلا؟ هل ينفع يبقى جناح اصلا؟ وليه هو فاشل فيها يعني من الاخر عشان الخص الموضوع، ليه هو ما ينفعش يلعب جناح ابدا؟ وهتكلم ليه برضو يعني الراجل اللي الكلام عليه كتير جدا شيكو بانزا، يعني برضو هتكلم عنه. وطبعا هتكلم عن دور دونجا احد اهم اللاعبين اللي استخدمهم يعني الراجل فريرا في المباراة دي. نخش اول نقطة هتكلم عنها، هي الفترة اللي احنا عشناها اغلب المباراة حكم استحواذ يعني، اللي هي اللعب من غير كورة او الدفاع. طيب قبل ما نبدأ في النقطة دي، فيها نقطة حاجة مهمة لازم نتكلم فيها قبل ما نتكلم، هو ايه الخطة الرقمية اللي بيلعب بيها الزمالك؟ الخطة الرقمية اللي بيلعب بيها الزمالك هي 4-2-3-1 كخطة رقمية. لكن الخطة دي حاليا في الكورة الحديثة مش فلسفة ومش حنيكة ومش أي حاجة، هي كده الكورة الحديثة حاليا. الكورة حاليا مفيش فيها حاجة اسمها خطة رقمية ثابتة. يعني وانت خطة رقمية دي حاجة على الورق، لكن في الملعب انت بتهاجم بطريقة يعني توزيعك للعيبة بيختلف، وتوزيعك في الدفاع برضو نفس القصة. لما بتدافع او بتلعب من غير كورة برضو توزيع الفرق بيختلف. طب يجي هنا الواحد يجي يسألني او سؤال كده بيطرح، طب طالما هي انت بتهاجم بخطة رقمية مختلفة وبتدافع بخطة رقمية مختلفة خالص، طب ليه هي اصلا اسمها 4-2-3-1؟ يعني ليه الناس بتقول دي خطة 4-2-3-1 على الورق من بره؟ او ببساطة شديدة لان هي دي اماكن البداية بتاعة تحرك اللعيبة. يعني انت مثلا لما بتتكلم على عبد الله السعيد، بتتكلم مثلا على شيكو بانزا، بتتكلم على ناصر ماهر، دول الثلاثة اللي تحت المهاجمين، بداية مراكزهم او بداية تحركاتهم من المراكز دي، او بداية من اللي هم الثلاثي اللي خلف المهاجم، بيتحركوا بقى ازاي؟ دي تفاصيل بناء على الخطة
اللي هي كده. فانت مثلا لما حتى في اي حاجه في الدنيا في خطه عامه وفي تفاصيل في الخطه دي بتختلف بقى، بتختلف على حسب الحاجه اللي قدامك او حسب الشغل اللي قدامك. الخطه نفسها اصلا بتتغير. هي نفس القصه كده بالظبط في الكوره الحديثه دلوقتي. فالخطه الرقميه هي 4 2 3 1، لكن دفاعيا وهجوميا انت بتختلف. طيب نخش في النقطه بتاعتنا بقى الاساسيه، اللي هو اللعب من غير كوره، او فيريرا زمالك فيريرا عمل ايه قدام كيلوباترا من غير كوره او كدفاع. بس عشان نتكلم في النقطه دي احنا لازم الاول نعرف هو اصلا سيراميكا كيلوباترا ده بيلعب ازاي وايه اللي بيعمله، عشان نبدا نتكلم اصلا هو الزمالك عمل ايه او إيه اللي كان بيفكر فيه زمالك فيريرا. طيب في الاول احنا عايزين يعني انا هتكلم على البورد وبعد كده هنتكلم هعرض الموضوع ده على فايد صور في الملعب. بس انا عايز دلوقتي على البورد هنا نركز، ملناش دعوه بوقفه الزمالك خالص لان الوقفه دي كلها زي ما اتفقنا هتتغير تمام. لكن عايزين نتكلم على الشكل بتاع سيراميكا. طيب سيراميكا برضو بالمناسبه بيلعب 4 2 3 1، ولكن 4 2 3 1 زي ما اتكلمنا بتختلف وانت بتهاجم وانت بتدافع. فهتلاقي اللي بيحصل في الملعب وهم معاهم الكوره مثلا وهم بيبنوا اللعب، وهم على فكره هم عايزين يلعبوا كوره على الارض وعايزين يطلعوا بالكوره على الارض، مش عايزين يطلعوا خالص بكوره طويله، قليله جدا في استخدامهم ليها عكسنا بالمناسبه واتكلم دلوقتي. لكن الكوره اللي هم عايزين يلعبوها او الشق اللي عايزين يعملوه اللي هو التدرج بالكوره من عن طريق الكوره القصيره او التمرير القصير. طيب ايه اللي بيحصل في الملعب؟ ادي هنا نبيل مثلا مع الكوره ولنفترض ايه اللي بيحصل عامه. حسين السيد بيزيد كجناح، يعني هو بيتحول لجناح. اول ما حسين السيد بيبدا يزيد كجناح على طول بتلاقي موكا ده دخل بيلعب في انصاف المساحات. الراجل بيلعب في الخط او في الخط الطولي ده اللي هو انصاف المساحات دي، يعني المركز اللي ما بين عمر جابر مثلا والونش، اللي هو المسافه اللي او المساحه اللي ما بين دي ودي، اللي هو ما بين عمر جابر والونش. فالراجل ده بيبدا يتحرك في الحته دي عشان يبقى في المربع ده. وبعدين يجي السوليه ده بقى ما بيتحرك ازاي. هو المفروض يعتبر صانع العاب، لكن هو بيتحرك في انصاف المساحات هنا، انصاف المساحات الشمال للزمالك اللي هو المسافه اللي ما بين عبد المجيد وبنتايج. طيب ايه اللي بيحصل في عيسى بقى؟ الراجل عيسى ده بيفتح اقصى عرض الملعب او بيبقى يعتبر برضو جناح الخط الثاني، يعني هم يعتبر كده بيفتحوا عرض الملعب خالص. بمين؟ بحسين السيد وبعيسى. خلاص دول اللي فاتحين او دول اجنحه الخط او دول تاتش لاين وينجرز تمام. والاثنين اللي في انصاف المساحات هو السوليه وموكا. فطب وعندك بقى هنا الاهم هو بالحاج وكلاوه. الاثنين دول هنا بيبقوا هنا كده كمحورين ارتكاز او دبل بيفوت تمام، اللي هما الاثنين دول. طيب ليه الراجل ده بيعمل كده؟ وعلى العكس بقى طبعا الظهير الثاني اللي هو هاني ده بيبقى واقف ورا، او مش بيبقى يعني مش واقف ورا يعني مركز ان هو بس واقف ورا، لا هو بيزيد الا جدا عن يعني بيكمل ورا عيسى، لكن هو ما بيزيدش، بيبقى معاهم في بناء الهجمه. طيب ليه بيعمل كده او ليه كده؟ عشان يعمل حاجه اسمها يعني بتسمى كده اللي هي البوكس بتفيد او الشكل البوكس. ايه الشكل البوكس الجميل ده؟ اللي هو هتلاقي السوليه وموكا وبالحاج وكلاوه دول كده شكل عاملين زي بوكس كده في البتاع. لو انت عملت كده زي بوكس كده في الملعب، فالبوكس ده بيبقى عنده اكتر من زاويه تمرير للاعب، اكتر من زاويه تمرير. يعني لو نفترض هنا مثلا نبيل فهو عنده هنا الراجل ده، ولو قدر يزيد بالكرة شويه مثلا لو نفترض ان هنا مثلا الراجل نبيل هنا بيقدر عنده الزاويه التمرير دي، عنده بالحاج كده، عنده حسين كده، وعنده الزاويه التمرير هنا، وعنده الحارس، فعنده اكتر من زاويه تمرير، فبفتح زوايا التمرير كتير جدا. نفس القصه سمير بيبقى فاتح شويه هنا، ونفس القصه هاني هنا، فبيبقى عندك ثلاثه كده. فده الشكل اللي بيبقى عايزه. طيب طبعا في نقطة مهمة جدا وهي فخري لقاي، الراجل اللي تقريبا هو احد اهم اسباب ان يعني آه، الزمالك شكله الدفاعي ما يكونش افضل حال، يعني ما يكونش افضل حال. طبعا احنا لسه بنبدا ولسه الطرق لسه بتتعلم ولسه الدنيا، فاكيد مش هنتكلم التفاصيل. تحس في اول ماتش في الموسم كل حاجه لسه بتبداها، لعيبه لسه بتلعب جنب بعض، في لعيبه جديده. لكن اللي انا هتكلم عليه هي مبادئ عامه، الافكار العامه. فبنتكلم هتلاقي ان ايه لقاي الراجل ده بينزل يربط كتير جدا مع البتاع دي، فبيعمل قطره عدديه على
شحاته ودونجا، لو نفترض يعني ان هم طبعا الوقفه ما بتبقاش كده. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ الزمالك بيعمل ايه؟ يعني الزمالك بيتعامل مع الكوره ازاي دلوقتي عنده زاويه تمرير هنا اتنين، في اتنين زوايا تمرير اللي هو بالحاج وقلاوه ممكن يطلعوا عليهم، وعنده موكا شغال في انصاف المساحات، وعنده برضو السوليه شغال في انصاف المساحات، وعنده اطراف ملعب حسين وعيسى. هيعمل ايه الزمالك مع كل ده؟ طيب الزمالك بيلعب اول حاجه، هو بيلعب بلوك متوسط. يعني الزمالك بيلعب يعتبر ضغط متوسط، او واقف فريق على من اول كده الخط بتاع وسط الملعب ده كده، بيبدا ناصر منسي هنا كده على الدايره بتاعت وسط الملعب، عبد الله السعيد كده مثلا، وبيطلع شحاته كده، وبيتحرك دونجا. طيب كذلك طبعا بيزق الونش، كذلك بيزق عمر جابر، كذلك بيزق عبد المجيد، خلاص، كذلك بيزق بنتايك. تمام. ده كده الشكل اللي بيبقى الزمالك بيلعب بيه. ايه اللي هو الشكل ده بقى، او الشكل الرقمي اللي المفروض يقال عليه يعني؟ الشكل الرقمي هو 4-1-4-1. طيب ليه الزمالك يعني بيعمل كده؟ عشان من الاخر هو عايز يمنع الكوره من الاخر، عايز يبقى دايما انت مثلا هتطلع على بالحاج، انا معايا عبد الله السعيد معاه، ينزل معاه في الزون بتاعته او في المساحه بتاعته. هتطلع على قلاوه، هتلاقي عندك هنا مثلا لو افترضنا ان الكوره راحت لقلاوه، هتلاقي هنا الشحات نازل معاه. فبالتالي ما تقدرش ان انت تبني من العمق، او الغرض بتاعك ان انت تخلي كوره يعني تنقل الكوره او تضرب خطوط الضغط بتاعتي او خطوط الدفاع بتاعتي. طيب ناصر ماهر طبعا بيضم كده، ولكن بيبقى واقف في مساحه ما بين بالحاج وما بين حسين السيد، وعشان برضو يساعد في قفل التمريره على موكا. يعني هما الاثنين كده يصعبوا شويه التمرير لموكا، انه يبقى باص اوبشن، او يبقى مسار تمريري لسيراميكا. طيب كذلك بقى طبعا شيكو بانزا بيضم برضه، فبيبقى البلوك 4-1-4-1 واقف كده يعني، بيبقى واقف كله، واقف الاثنين. ناصر ماهر واقف في انصاف في مسافه يعني يعتبر ما بين بالحاج وما بين حسين السيد، عشان يقفل المسار التمريري اللي هو في العمق، اللي هو اللي على موكا. كذلك هنا بانزا، شيكو بانزا بيحاول برضه نفس القصه، يقفل على المسار التمريري على السوليه. وطبعا الخطوط بتحاول دايما انها اهم نقطه في الفكره دي، ان انت يبقى عندك الخطوط بتاعتك قريبه من بعض، عشان لو ضربت يبقى الخط يعني يبدا ان انت تضغط على اللعيب. يعني لو عرف اللاعب نجح بان هو يعمل مسار تمريري او يباصي كوره، تلاقي بضغط من خطوط من كذا لاعب عليه في مساحه ضيقه جدا، فبالتالي تسترد الكوره تاني، وده كان بيحصل اغلب الوقت. طيب اتكلمنا ان شكل الزمالك 4-1-4-1، واتكلمنا ان ناصر ماهر وشيكو بانزا بيحاولوا دايما ان هم يقربوا ويكونوا قريبين من هنا، يكون قريب من حسين، وده يكون قريب من بانزا يكون قريب من عيسى او من هاني، بيكونوا قريبين منهم بحيث ان هو ما يحصلش واحد على الموقف واحد على واحد او اي حاجه. وفي نفس الوقت ان هم بيركزوا برضو ان هم يكونوا قافلين المسار الداخلي، او التمريره في انصاف المساحات اللي ممكن تحصل لموكا او للسوليه، برضو بيبقوا حاطين جسم بحيث ان هم يبقوا حاطين جسمهم حائل ما بين اللاعب والكوره واللاعب الثاني والكوره يعني. طيب فتمركزاتهم بتبقى مهمه جدا في الفكره بتاعت ان هم يبقوا ماشيين مع البلوك اللي هو قافل مسارات التمرير في عمق الملعب، فيصعبوا البصر، ويبقى الفريق كومباكت عرضي وكومباكت طولي، يعني اللعيبه قريبه من بعض. قلنا كل الكلام ده انه عرضيا وطوليا ان اللعيبه تبقى قريبه من بعض، بحيث ان لو الكوره عدت او الكوره قدر اللاعب ان هو يعديها، لا انا في لاعب يقدر يرجع، لان المساحه صغيره جدا انه يغطيها، فبالتالي تقدر تسترجع الكوره بسهوله، وده كان بيحصل كتير. كل ده اتكلمنا فيه. طيب انا عايز اتكلم على اخر نقطه مهمه جدا في الدفاع بتاعنا، وهي ناصر منسي ودونجا. الاثنين لعيبه دول كانوا مهمين جدا 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 في طريقه اللعب بتاعتنا من غير كوره، او في طريقه الدفاع بتاعتنا. ايه هي؟ اول حاجه ان ناصر منسي، لو نفترض مثلا الكوره هنا مع نبيل، نفترض يعني خلاص ان الكوره في الاتجاه ده، يعني بيطلع ناصر منسي كده، بيطلع على طول كده الراجل. طب ليه بيطلع كده؟ عشان يقطع الملعب، بحيث ان انت يخلي مثلا المدافع ده مش عارف يمرر لسمير،
تمام. فبالتالي بيبدا حركته ان هو يقطع الملعب. بعد ما بيبدا حركته يقطع الملعب يبدا يقرب على نبيل واحده 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 واحده، يجري عليه او يضغط عليه. طب ليه بيعمل كده؟ عشان ما يخليش ان نبيل هو لاعب زايد على نص الملعب، يعني حاجه اسمها اوفرلود او لاعب زايد على نص الملعب، فيبقى في لعيب زايد، فيبدا ان الزمالك واحد يطلع يضغط عليه فيسيب مكانه فتبدا المشكله تظهر، او تبدا المساحات تظهر، او تبدا اللاعب الفاضي يظهر. فبالتالي بيحاول دايما يقرب منه عشان يمنعه ان هو يبول كاري، او ان هو او ان هو يمنع اللاعب من حمل الكره بشكل متقدم للامام يعني. تمام. فبالتالي بيبدا كده، لو الراجل ده جري بالكوره فانا هقرب منك وهمنعك انك تزيد. طيب، تاني لاعب اللي انا عايز اتكلم عليه اللي هو دونجا. ماشي. دونجا كان دايما واقف الراجل ده مع السوليه، لان بحكم ان هو اللاعب اللي المفروض صانع الالعاب، او اللاعب اللي هو يعتبر تحت المهاجم اللي بيتحرك بين الخطوط. لكن فعشان كده كان بيبدا دايما من عليه، بحيث لو اتحرك مثلا تحرك عرضي، يعني الراجل ده لو هو ما اتحركش، بس هو ما بيتحركش كده كتير يعني، بس هو لو اتحرك تحرك عرضي فانا دايما معاه، دايما شايفه، دايما قريب منه. ما يلعبش، ما يعني ما سيبوش فاضي مثلا واروح انزل في الحته دي في المساحه دي وابقى مع لقاي، بس لا، انا مركز مع السوليه. فبدايه دايما حركته، فمثلا لو افترضنا الكوره ناحيه الشمال مثلا، فيبدا حركته ان هو مركز مع اللي في ظهره. مثلا هنا لو افترض السوليه هنا، فمركز ان السوليه في ظهري فببدا اتحرك واحده واحده اميل مع البلوك، ابدا واحده واحده اميل معاه، من غير ما اعمل يعني، من غير ما انا امسكه، لا، انا مايل مع البلوك، قافل ومركز ان هو في ظهري، مركز جدا، بعمل اسكان ان هو في ظهري، وفي نفس الوقت بميل مع البلوك عشان اقفل مسار التمرير وابقى قريب للعيبه الثانيه لو الكره عدت البلوك بتاعي. يعني لو الكره عدت عبد الله السعيد وعدت شحاته وعدت الرباعي بتاع وسط الملعب، ابدا ان انا الحق ان انا يعني ابقى في مواقف دفاعيه احسن او في عدديا احسن. طيب، ده كده اللي بيحصل. طب عشان قبل ما اتكلم على الصوره او شكل الصوره، يعني اللي هو بيوضح نفس الفكره اللي انا قلتها ايه كصوره، مش طبعا مش معانا حقوق للفيديو. ف عايز اتكلم على ان في طبعا مش معنى كلامي خالص ان الزمالك 100% ناجح، لا طبعا، كان في مشاكل كتير جدا في ان تطبيق الموضوع ده بسبب حاجه مهمه جدا، ان فخري لقاي الراجل ده كان دايما بينزل ينزل 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 ينزل. كان الونش شكل اكتر واحد، يعني حسام عبد المجيد كان كتير قوي بيميل معاه وبينزل معاه ساعات، لكن الونش كان بيتردد كتير جدا. يعني ايه كان بيتردد؟ يعني الراجل مثلا لما يلاقي فخري لقاي ده نزل عشان يبقى لاعب زايد على نص الملعب، لا، الراجل الونش كان دايما خايف ان هو يلف بيه او يربط مع حد ويلعب الكره في ظهره، ففخري لقاي غالبا هيكون اسرع من الونش، فكان خايف جدا في المساحه اللي في ظهره، فما كانش بيكمل زياده مع فخري لقاي. فكان بيحصل ايه كده، لما هو ما يزيدش معاه وما يضغطش عليه وما يمنعهوش انه يلف ولا يمنعه انه يربط وما يضايقهوش وهو بياخد الكوره، ان فخري لقاي بيبقى لعيب زايد، فبالتالي بتخلي ان الكوره تقدر عادي جدا، ان فريق سيراميكا يقدر يطلع بالكوره عادي من عمق الملعب. فدي كانت مشكله. المشكله الثانيه ان عمر جابر، ماشي، احيانا كتير جدا الراجل برضو كان اللاعب موكا بينزل مثلا سنه كده يعني يقابل الكوره، يعني ينزل يستلم الكوره ما بين الخطوط. عمر جابر برضو كان بيبقى قريب قوي بس ما بيبقاش، ما عندوش الحده. يعني مهم جدا جدا عشان الموضوع ده ينجح جدا، ان الفكره ان انت ما تضغطش عالي، وفكره ان انت تبقى بتلعب بخطوط متقاربه وتلعب وتضيق المساحات، والطريقه دي ان انت يبقى اللعيبه اللي هم اخر خط ما يخلوش ان الكره تتلعب في المناطق اللي انت مش عايز تتلعب فيها، اللي هي منطقه العمق. لا، ان انت دايما تبقى حاد جدا، اول ما الكره تعدي خطوط الضغط الاقيك في ظهر اللاعب اللي زايد على الخط الوسط. فدي كانت نقطه مهمه جدا، وبالتالي لازم يبقى في حده اكتر. طبعا احنا بنتكلم ان احنا لسه في الاول، فده كده. طيب شكلنا بقى في الملعب ازاي بالسوق في الملعب بقى كواقع بقى، بلا بورد بقى يا عم بلا بتاع. ادي انا مثلا اهو، الراجل معاه كوره، الزمالك بيلعب ازاي 4 اهو، وادي دونجا اهو هنا زي ما انت شايف كده مايل كده على الراجل السوليه هنا اهو، ده السوليه اهو اللي في منصف المساحات. مين بقى اللي نازل هنا اهو؟ فخري لقاي.
بص هنا الونش طبعا خايف ان هو ينزل معاه للاخر، خلاص يعني خايف ان هو ينزل معاه للاخر، بالتالي ايه في لاعب زياده في المنطقه دي، نقطه مهمه، فبالتالي هو مقرب له، لكن في نفس الوقت سايب مساحه، بالتالي ان هو لو قدر يلف انا هروح عليك بسرعه جدا وهحاك، لكن ما تلعبش كرة في ضهري فانت ممكن تبقى اسرع. فهي نظريه برضو، ولكن يعني ممكن تتسبب في مشاكل اكبر في وجهه نظري، يعني لو انت لو الخوف ده ممكن او القلق من الموضوع ده ممكن يسبب في مشاكل اكبر يعني. ولكن هي دي الشكل الدفاعي او الفكره بتاعتنا الدفاعيه من غير كوره. نيجي نتكلم بقى على الجزء الامتع، وهو الجزء اللي احنا بنلعب بيه بالكوره. اكيد المتعه مش وانت بتلعب من غير كوره، لا اكيد انت بتستمتع اكتر وانت معاك الكوره وبتهاجم. ولكن الزمالك كان بيعمل ايه، او ايه الفكره اللي الراجل ده كان يعني فريرا كان مخلي الزمالك يلعبها الماتش ده؟ في كذا في فكرتين حرفيا هتكلم عليهم. فكره هتبقى ليها دعوه اكتر بدونجا، لكن الفكره اللي احنا بنعتمد عليها او الفكره الاساسيه جدا اللي احنا شفناها وكنا في ناس فعلا يعني شفتها، في مثلا كنت بتفرج على في الاون مثلا، الناس كانت مستغربه شويه ايه اللي بيحصل يعني وليه، ومثلا الكلام على صبحي ليه مثلا الراجل ده بيتمرقع والكلام الجميل ده. وهي مش كده، هي مش دي الفكره اصلا يعني. هي الفكره كلها ان يعني الراجل فريرا كان عايز يعمل ايه. هي حاجه اللي مستنبطه من احصائيا، يعني انا هتكلم هنا الاول احصائيا. احصائيا الزمالك اكتر ثلاث لعيبه عملوا كور طويله في المباراه هو بالترتيب كده صبحي، ثم الونش، ثم عبد المجيد. طيب ده يقول لك ايه؟ يقول لك ان ده في سيستم، في بلان معمول كده. الراجل الناس دي مش بتطفش وبتلعب وخلاص، لا في بلان، ان في او في خطه ان فريرا عاملها عشان هو عايز يعمل كده. هو الراجل متارجت حاجه معينه. طب ايه هو بقى التارجت وايه هو الفكره اللي الراجل ده عايز يعملها؟ هنتكلم بقى عنها دلوقتي. اول حاجه، اهم مبادئ الخروج بالكرة ايه عامة، يعني ايه اهم اصلا من اهم المبادئ ان احنا نطلع بالكرة من ورا لقدام ونهاجم ونتطرق بالكرة لقدام. اهم مبادئها هي استدعاء الضغط. انا اللحظة اللي انت بتضغط فيها هي اكتر لحظة انت ضعيف فيها. ليه؟ لان انا لو عرفت ان انا اتحايل عليك في الضغط، يعني انت الفرقة مثلا كلها ما ضغطتش عليا، لعيب خرج بره مكانه في مساحة كبيرة وراك في ظهرك وانت بتجري، لو انا عرفت ان انا اغلب ضغطك ده باي شكل ما، سواء ان انا لقيت وقت اكبر على الكوره لقيت تمريره حتى اكتر، يعني اللي هي تمريره اكتر منك على الكوره، آه في مساحه عرفت استكشفها وعرفت اوصل لها، كل ده مهم جدا جدا في مبادئ الخروج بالكوره او مبادئ التدرج بالكوره. طيب الزمالك كان بيحاول يعمل ايه؟ تلاقي صبحي هنا مثلا بيباصي، تلاقي مثلا الكوره باصت على البورد هنا للونش مثلا، الونش تلاقيه واقف كده شويه مش مستعجل خالص الراجل، على مهلي، وبعدين يقوم جاي مباصي للراجل اللي هو عبد المجيد. في ايه اللي بيحصل؟ طب ليه الناس بتعمل دي كل ده؟ كل اللي هم عايزينه هو استدراج لعيبه سيراميكا ان هم يضغطوا بشكل مكثف ويطلعوا بره اماكنهم. بمعنى ايه؟ الزمالك هنا بيبني باثنين لعيبه، عبد المجيد والونش، لكن هم في الحقيقه هم ثلاثه. هو الزمالك بيحاول يستخدم اللاعب الثالث او اللاعب الزياده اللي معاه اللي هو في صبحي حارس المرمى. طبعا انا فاهم ان احنا في مصر ومش في بره والكلام الجميل ده، ودي حقيقه وده هيبان، وده عشان كده ما نجحتش جدا الافكار، وده برضو لسه احنا في البدايه فممكن نتطور فيه. لكن انا بتكلم ان المبدا بتاع الراجل ايه؟ المبدا بتاع الراجل ان هو يبني بثلاثه على ان هو يستدعي لاعب من سيراميكا انه يزيد معاهم في الضغط فيطلع بره مكانه، وده اللي كان بيحصل دايما. معنى ايه؟ انت لما هنا مثلا عبد المجيد مثلا لعب للونش، نفترض لعب للونش، بعدين الونش قام باصيها كده، كل ده هنا فخري لقاي واقف مع شحاته، السوليه بيطلع على خط واحد معاه، فبتبقى تقريبا الفرقه واقفه كده بالشكل ده 4 1 1 4، يعني بالحاج بيبقى واقف هنا كده بيأمن ورا لحد بحيث ان لقاي يقدر يزق على اي حق، يعني يزيد براحته ويضغط، وهو يستلم اللي جاي. ولو مثلا واحد زاد عبد الله السعيد مثلا نزل فيبدا مع قلاوه ينزل واحده واحده، لكن في النهايه قلاوه ليه مساحه معينه ما بيزيدش عنها، يعني بيبقى قريب اكتر للدفاع عشان يامن المساحه اللي ورا دي.
لكن الفكره فين اللي انا عايز اتكلم فيها؟ ان انت هتلاقي هنا في لقاي السوليه واقفين، بدايه تحركاتهم ان هم يضغطوا على عبد الله السعيد ودونجا ان هم ما تطلعش عليهم بالكوره، ويبدا واحده واحده يضغط على المدافع بتاعك. تمام. طيب اللي عامله بقى فريرا ايه؟ ان هو دايما بيستخدم الحارس معاهم اللي هو صبحي. دايما يا باشا انا هادي جدا وبارد جدا لحد ايه ووصلها لايه لصبحي. طب انت بعد كده تعمل ايه؟ هتخرج بقى واحد من مكة او عيسى، دايما هتلاقيه مثلا هنا مكة تلاقيه زاد بيحاول يضغط عشان يخلي لقاي يضغط، عشان يخلي السولية يضغط، فيحصل ان انت في تكافؤ عددي، وبالحج يجي هنا بحيث ان ايه يحصل في تكافؤ عددي، ان انت ما تطلعش من على حد بالكوره. مفيش اصلا، انت انا هقفل لك المسار التمريري اللي على شحاته وانت مش عارف تعمل اي حاجه، فاهم مثلا؟ فانت بالتالي مين اللي فاضي بقى هنا في اللحظه دي؟ ان موكا ضغط كده ولاقاي بيحاول يضغط يقفل المساحه اللي في ظهره اللي هو لشحاته. مين اللي فاضي؟ لو صبحي عرف يلاقي عمر جابر او عرف يلاقي المساحه اللي كان دايما بنتارجتها اللي هي الكره الطويله على ناصر ماهر مثلا، يردها لعمر جابر فتطلع بتتدرج بالكوره، تبقى عندك مساحه كبيره جدا، فاضطر موكا يرجع بكل ده. لو الفكره نجحت او لو عرفنا اي التحام هنا ثنائيه الكره هترد، انا هاخد الكره الثانيه بعمر جابر، عندي مساحه واسعه، هيضطر موكا ونص ملعبك يرجع بطول الملعب، فانا لقيت المساحه الفاضيه واللعب الفاضي في النهايه. هي دي الفكره بتاعت الموضوع. طيب لو نفترض ما حصلش مثلا كده وموكا مش هو اللي ضغط مثلا، او ما حاولش ان هو يعمل التكافؤ العددي ده اللي هو عشان يعمل تكافؤ عددي على حارس المرمى الزايد اللي هو يبقى ثلاثه، اللي هم الونش وصبحي وعبد المجيد، فيبقى في 3 على 3. الفكره ببساطه ان انا بسحب اسحب الجناح من الجناحين، او لاعب يعمل تصرف غلط مثلا، واحد يندفع مثلا فيسيب زي يسيب مثلا شحات، حصلت على فكره، وفي الاخر شيكو منزا بصوها بشكل اقوى والكره دي ضاعت في النهايه، تدرجنا بالكره ساعتها، ولكن ما علينا يعني. اقصد نفترض لاعب الفرقه ما ضغطتش صح، او جناح قرر ان هو يطلع يضغط عشان يعمل التكافؤ على الحارس المرمى ده، فما تقدرش تتدرج بالكره، فانا هتارجت المساحه دي. هي الفكره ان انا بستدعيك للضغط ده فقررك بره مكانك فلاقي المساحه. فمثلا لو افترضنا بقى ان الكره دي اتعملت بقى مثلا من ناحيه الشمال، يعني هتلاقي مثلا هنا عيسى زاد بيحاول يقفل على عبد المجيد مثلا، وحصلت على فكره كذا مره ومنها كره اتقطعت وربنا سترها من عبد المجيد ماشي، ولكن ايه حصل؟ ممكن هنا صبحي يلاقي، لو لقى شيكو بنزا ينزلها البنتايج، خلاص انت عندك مساحه كبيره جدا، عيسى ده محتاج يرجع بطول الملعب كله. فدي الفكره بشكل عام، هي بتارجت المساحات اللي في اقصى عرض الملعب من عن طريق الكوره الثانيه اللي هي بتترد ما بين صراع فضائي ما بين حسين وناصر ماهر او شيكو بنزا وهاني. المساحه دي بعد كده بطلع بيها كده. طبعا ده بناء برضو على الاحصائيات ان الكوره اصلا الكرات الطويله اللي لعبها سواء صبحي او سواء الونش او عبد المجيد بالترتيب ده هم اكتر ناس عملت كور طويله. طب يا عم احمد في الملعب بقى الكره دي ايه دنيتها بقى؟ يعني انت عمال تقول لي عبورد وترسم لي وقلب لي على رسام فكلمني في الملعب بقى ازاي الدنيا. فهتلاقي هنا ايه نفس القصه، هتلاقي هو هنا بص دايما صبحي معاهم مشارك الثلاثي ده الخلفي بيحاول يستدعي. بص هنا هتلاقي في الصوره دي ده راح، يعني هنا خرج بره مكانه الراجل وراح الدفع ان هو يضغط على الونش، وفي مين في مساحه، شايف مين فاضي هناك؟ عمر جابر فاضي هناك، خلاص تقدر توصل له، تقدر توصلها له، تقدر توصلها لناصر منسي حتى، قصدي ناصر ماهر حتى يردها لعمر جابر. يا ريت لو قدرت تعمل كده كان زماننا فاهم يعني، قطعنا مسافة كبيرة جدا. طيب دي فكرة في الملعب في الملعب ايه تاني. نروح للصورة التانية وبرضه نفس الفكرة، هتلاقي بص هنا بقى انا بحاول اسحب. بص هنا عيسى هم بيضغطوا كبلوك، هنا عيسى مايل عشان يحاول ان هو يضغط معاهم او يكمل ضغط، هتلاقي ان الكرة عنده هنا بنتايج فاضي جدا يعني، والراجل قدر انه يوصل الكوره لشيكو بنزا في التحام هوائي ينزلها نص ملعبك بهجومك مسحوب جدا لقدام، فبالتالي في مساحه كبيره جدا ممكن اخد الكره الثانيه اروح على مرماك، ففي بتارجت المساحه دي. طيب دي كده
الفكره بتاع الهجوميه بتاعتي. علشان ما اسيبش الموضوع او الافكار الهجوميه، انا حابب اربط معاه على طول دونجا. دونجا قدم مباراه كبيره جدا، وانا عارف ان طبعا ان احنا كجماهير تعبنا من دونجا على مدار وقت كبير جدا، ولكن لازم يعني اللعيب اللي بيحاول او بيسعى او يمكن يتقدم، يمكن يوصل زي ما وصل نصر منسي. قبلها كان فين ودلوقتي فين؟ دلوقتي بقى واحد من اللعيبه المهمين جدا لينا يعني. وخاصه قدام الدفاعات اللي بتبقى لو بلوك او الدفاعات اللي واقفه ورا جدا. طيب، في حاجة دايما كانت بتتقال في المباراة واتقالت في الاستوديو التحليلي برضو، قالت ان مثلا دونجا كنا بنشوفه دايما بينزل ما بين الاتنين مدافعين. طيب، ليه وازاي وامتى وعلى اساس ايه بيحصل كده؟ اول حاجه هتكلم عنها من خلال الصوره، ومش هتكلم عن الفكره قوي من خلال البورد، لان هي الصوره كافيه في رايي. هنا هنلاقي الكوره لما تبقى في التلت الثاني او التلت الاخير من الملعب، على حسب يعني، سواء كده او كده. في النهايه اقصد بعد ما تتدرج بالكوره من التلت الاول، او لو الكوره كانت في التلت الثاني او التالت من الملعب، سواء الكوره كانت واقفه سواء انت اي حاجه يعني، المهم ان الكوره في الموضع ده. هتلاقي ان حاجه جميله جدا بتحصل، هتلاقي عمر جابر الراجل فاتح الخط، او وبنتايج فاتح الخط، او بيبدلوا مع الاجنحه، واحد بيخش جوه وواحد بيطلع لبره، واحد واقف يعني في انصاف المساحات وواحد واقف على طرف الملعب يعني. مثلا هتلاقي في انصاف المساحات دي زي ما اتكلمنا قبل كده، اللي هي المسافه اللي ما بين الظهير مثلا والمدافع، تمام، وكذلك الناحيه الثانيه. فبتلاقي هنا وهنا في لعيبه اللي هم سواء جناح او يعني سواء ناصر منسي، ناصر ماهر، او عمر جابر. والناحيه الثانيه سواء شيكو بنزا او بنتاي، واحد منهم دايما بيبقى في الحته دي والتاني فاتح بره الملعب. اول ما بيحصل كده هتلاقي على طول دونجا نزل على خط واحد مع المدافعين. طب ليه بيحصل كده؟ ليه بيحصل ان دونجا بينزل ما بين المدافعين؟ عشان حاجه مهمه جدا، وهي ما نيجي نبص على الصوره هنا، بص هتلاقي المساحه، بص هتلاقي ان هنا حسام عبد المجيد، هنا الونش، الاثنين فاتحين جدا جدا، يعني فاتحين جدا جدا، قادرين يفتحوا جدا، ففي ثلاثه ورا. طب ده بيستعمل حاجتين، ايه اللي هما الحاجتين؟ مفهوم اسمه الريست ديفense، او ايه مفهوم الريست ديفense ده؟ اللي هو انت وانت بتلعب وانت بتهاجم او انت معاك الكوره، بس في نفس اللحظه لو الكوره فقدتها ايه اللي هيحصل؟ انت في النهايه ممكن جدا تفقد الكوره، في اوقات كتير جدا هتفقدها، فيحصل عليك مرتدات. فبالتالي لما يبقى عندك ثلاثه ورا، فانت عندك يعني انت مكفر المساحه دي، عندك زي ثلاثه مغطيين عرض الملعب كله، تمام. فبالتالي ان انت لو الكره اتلعبت طويله في ظهرك في ظهرك، فانت تقدر عندك اللعيبه اللي تتعامل معاها في نفس الوقت، انت تقدر في نفس الوقت تكمل ضغط. يعني لو انت فقدت كره مثلا، اللي هو الضغط لحظه قطع الكره، او لحظه اللي هي الكاونتر بريسنج، في اللحظه دي وانت بتضغط عندك القدره ان مثلا هنا يشارك عبد المجيد في الضغط. ليه؟ لان في دونجا وفي الونش مغطين الناحيه الثانيه. كذلك لو انت يعني لو هنا مثلا افترضنا ان الكوره مثلا هنا اتقطعت من ناحيه شيكو بانزا مثلا، تلاقي ان ممكن عبد المجيد يخش عادي في الضغط. ليه؟ لان في عندي في الخط الخلفي في دونجا والونش مأمنين، نفس القصه الناحيه الثانيه، فده بيساعده في ان انت برضو ضغط لحظه فقدان الكوره. طيب دي حاجه اولى. طب ايه الحاجه الثانيه والمهمه جدا 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 برضو هجوميا؟ ان انت يبقى عندك باص خلفي. بمعنى ايه؟ يبقى عندك تمريره سهله جدا لورا. ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها ان انت تقدر تريسايكل الكوره. يعني ايه تقدر تريسايكل الكوره؟ يعني انت تقدر تاخد الكوره من الاخر كده، الفرق كلها بتدافع كبلوك. يعني انت هتلاقي سيراميكا لو ارتد في نص ملعبه هتلاقيه بيرتد عادي جدا وبيقفل ما بين الخطوط وبتاع، فهتلاقي المهاجم بيقرب من وسط الملعب، وسط الملعب بيقرب من الدفاع، فهتلاقي مساحات ضيقه جدا. لكن انت ممكن ترجع بقى شيكو بانزا مثلا يقوم جاي فاتح جسمه وراجع لورا خالص عند مثلا عبد المجيد، فيبقى عنده باص خلفي لعبد المجيد يقدر يطلع عليه، وبعدين عبد المجيد ينقل لدونجا، دونجا ينقل للونش، فبالتالي تقدر تبقى معاك الكوره، تقدر حاجه اسمها الريسايكل او اعاده تدوير الكوره من جهه لجهه، تمام.
وفي نفس الوقت ان انت ممكن برضو ايه الحاجه اللي دونجا ممكن نوعا ما احيانا بيكون مميز فيها لما بيبقى عنده وقت ومساحه، اللي هي الكرات اللي هي في ظهر المدافعين او الكرات القطريه احيانا بيبقى مميز فيها، لكنه يعني ان شاء الله نامل ان هو يبقى احسن ويتطور فيها يعني. فدي ممكن تستخدم فيها مثلا الرانز او الجريات اللي هي مثلا بتاعت بنتايج في ظهر الدفاع، عمر جابر او وات ايفر الجناح اللي هيجي البرازيلي مثلا في ظهر الدفاع، هتفرق جدا جدا. او شيكوبانزا برضه نفس القصه. الحكايه دي لو اتعملت صح طبعا، لانه احيانا كتير كان بيلعبها في رجله فما كانتش صح قوي، بيلعبها في رجل الجناح يعني بدل ما يلعبها في المساحه. فاقصد انها بتدي حلول في كل حاجه، في ان انت مش بس دفاعيا، لا هي كمان فكره هجوميه ان انت ممكن تبقى عندك تدوير الكوره. لكن مثلا لو افترضت ان دونجا بدل ما هو واقف هنا واقف في انصاف في نص الملعب بيستلم، فهتلاقيه متقابل بالبلوك بتاع سيراميكا اللي هو اللعيبه اللي موجوده في اللي هو المهاجم وسط الملعب الدفاع كل دول قريبين من بعض، فانت في مساحه ضيقه وفي وقت ضيق على الكوره، عكس لما تبقى واقف ورا فانت عندك مساحه اكتر على يعني مساحه ووقت اكبر على الكوره. تمام. فدي كده برضو لو جينا نشوف الصوره الثانيه هتلاقي ان نفس القصه هنا برضو. هي بص هنا بقى هي الفكره، بص هتلاقي ايه ثلاثه اهو، هنا دونجا نازل، بص في اقصى فتح اقصى عرض الملعب هتلاقي ناصر ماهر، وهنا عمر جابر، هنا شيكو بانزا، والناحيه الثانيه هتلاقي او في اقصى الملعب الناحيه الثانيه هتلاقي بنتايج. وعلى فكره الحكايه دي هتفيد جدا بنتايج اللي من وجهه نظري ان هو مميز جدا في الحته دي اللي هي الجري من ورا لقدام دي. التايمنج بتاع الرمز بتاعته غير عادي، او توقيت الجري الكسر التسلل بتاع الخصم بيعملها بشكل مميز. لو عرفت تلاقيه صح وعرفت تلعبها له صح في مساحه هيفيدك جدا 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 فيها. تمام. ده بالنسبه لدونجا. تعبنا بقى يا عم من البوردات ومن الصور ومن الكلام، ما اتكلمنا الكلام الجميل ده الكلام الشعبي. فنتكلم على نقطه ناصر ماهر. الحمد لله قلت المره دي اسمه صح، كل مره اقول ناصر منسي مش عارف ليه. ما علينا. فناصر ماهر الراجل ده ليه الراجل ده ما ينفعش يلعب جناح خالص؟ في رايي ان هو انت لو حطيته جناح يعني زي ما هشام كده بقى، يا اما تحطه في عمق الملعب يا اما ما تلعبوش. وصراحه متفق معاه جدا يعني، هشام عبد الوهاب طبعا يعني. ليه انا بقول كده؟ لان ببساطه شديده جدا الراجل ده يعني واضح قوي يعني الراجل ده مقفوش جدا. اولا هو عايز دايما ياخد الكوره في وش العمق الملعب، فاي منافس مدافع ضده انا عارف يا ابني ان انت هتاخد الكوره هتحاول تخش بقى اللي هو، فما بيديش اي حاجه من عدم التوقع للمدافع. دي اول نقطه. تاني نقطه ان الراجل ده عنده مشكله كبيره جدا جدا في استخدام رجله الشمال. بجد يعني عنده فعلا مشكله كبيره، يعني هو محتاج ان هو عامه حتى ده في مش يمين بقى ولا شمال ولا يعني في اي مكان هيلعب فيه هو لازم يعني عامه ان هو يحسن من الموضوع ده شويه ويشتغل عليه يعني، اللي هي فكره اللعب بقدمه الشمال دي، لان هو ضعيف فيها فعلا جدا ومش حتى مش بيؤمن او مش بيصدق نفسه بيها فما بيستخدمهاش خالص. يعني ما فيش حاجه خالص بيستخدمه بيها. ف... فكذا كوره حتى بانت يعني وقبل كده يعني. فالراجل ده عنده المشكله دي، فانت لما تلعبه بقى كمان جناح يمين وهو بيحاول يخش دايما لعمق الملعب فهو وما بيستخدمش شمال ووسط، لا باصه بقى ولا شوطه ولا يعني ما فيش حاجه، يعني هو مش هيستخدمها اساسا ولا في المراوغات ولا في اي حاجه، هو بيخش جوه الملعب بستخدم يميني برضه، فطبعا ما ينفعش. طيب فدي تاني مشكله ليه. تالت مشكله انه دايما عايز الكره في رجله. بمعنى ايه؟ هو دايما بيقرب جدا للاعب، يعني لو انا معايا الكوره مثلا وناصر ماهر قدامي، فناصر ماهر ده هتلاقيه دايما جاي لي عايز الكوره في رجلي، ما تلعبهاليش ورا الدفاع، ما تلعبهاليش في مساحه، مش عايز اجري في مساحه. فما بيعملش اصلا اللي هي الجريات اللي هو انا مثلا اقطع لجوه اجري لجوه بسرعه، فاخلي دايما الباك مش متوقع حركتي. فاهم؟ لا هو انا دايما بقرب للاعب اللي معاه الكوره، فبينزل معاه الباك او بينزل معاه اللاعب اللي وراه اللي في المساحه، بينزل معاه فبيضغط عليا فبيضيق عليا المساحه، بيضيق علينا اصلا المساحه واحنا بنطلع بالكوره، وانت اصلا في طرف الملعب انت عايز دايما تحط يعني دايما يبقى عندك مساحه اكبر، مش بتحاول تقلل تضيق المساحه على نفسك. ف
مشكله كبيره جدا عنده في كل الكلام ده. فبالتالي يعني نستنتج من ده كله ايه؟ ان الراجل ما يقدرش يلعب في المركز ده، وما عندوش القدره ولا اي حاجه في الدنيا ان هو يلعبها. يعني ما فيش اصلا ان هو ممكن يلعب. شيكو بنزا طبعا يعني حديث العالم دلوقتي يعني تقريبا، يعني في كل مكان تلاقي ناس بتتكلم يقول لك شيكو بنزا، ومنزل لك احصائيات، وكوره ستيتس منزله لك احصائيات. فاهم طبعا، يعني اكيد يعني ناس بتحاول طبعا تشوف يعني يعني كحاجه دعايه سلبيه طبعا للاعب. ولكن اقصد انها بتوريك يعني ارقامه ده سيئه، وهو فعلا لاعب قد مباراه سيئه يعني ما فيهاش بقى. في ناس طبعا بتراهن عليه بعد الماتش برضه كرد فعل عكسي متوقع جدا من الناس يعني. لكن اقصد ان شيكو بنزا ده ازاي؟ لو حد برضه فاكر، يعني احنا اتكلمنا برضه في بودكاست تاني غير البودكاست اللي احنا اتكلمنا فيه عن فريرة، اتكلمنا في بودكاست تاني مع شريف. وفاكر ان انا قلت بالظبط ان اللاعب مميزاته فين يعني. برغم ان انا ما شفتوش ماتشات، رغم ان انا ما شفت له احصائيه بسيطه في الدوري البرتغالي، وكنت وقتها وشفت اسمه ايه ده، شفت ارقامه يعني شريف برضه استعرض ارقام كتير ليه وعدد مبارياته وهكذا وهكذا، شفنا حاجات كتير عنه. الكلام كله والحاجات اللي بتقول ان احنا ما شفناش منها ماتشات كامله، فبالتالي ما نقدرش نقول حكم مطلق عليه. ان اللاعب فيه مشكله، ان هو في اللاعب فيه مشكله عامه في الاوتبوت، او اللي هو انت ايه اللي انت هتطلعه لي بقى. يعني انت مثلا عملت حاجه مراوغه، مثلا عملت اي حاجه، هتعمل ايه بعد كده؟ عنده مشكله شويه يمكن في القرارات، حاجه مش طبعا انت تقدرش تحسمها من خلال ان انت بصيت على الداتا بسيطه جدا زي كده، حاجه سنويه جدا انت بتبص عليها، انت بتبص على داتا سنويه جدا او قليله جدا، فما تقدرش تدي حكم مطلق عليه، ده يبقى يعني ده مش حقيقي. ف... فاللي احنا اللي من الاخر اللي بان من كده الموضوع ده، موضوع بان كده، بان في الملعب ان هو برضو عنده الحته دي قراراته فيها مشكله. وكان للاسف بيستلم كتير جدا بسبب طريقه اللعب، وبسبب عدم يعني قدرتنا على الخروج بالكره بشكل يعني كويس جدا. ان احنا كان بيتعرض كتير جدا ان هو يبقى هو مسؤول عن خروج الكره من التلت الثاني للتلت الاخير للملعب. فكان عنده بيستلم في اماكن صعبه جدا ان هو ياخد فيها هو القرارات. وهو ما اعرفش، بس هو من خلال زي ما قلت الداتا شويه القديمه مع الكلام ده، بيقول ان الراجل ده ممكن الاوتبوت عنده فيه خلل في ان هو مثلا يعمل الباصه صح، ان هو مثلا يجري حد بتاع. فاللي انا لاحظته في المباراه ايه، واللي انا شايفه ايه، ان الراجل ده يقدر يفيدك جدا. يعني الراجل ده يقدر يفيدنا جدا، وان المباراه دي طبعا ان الناس بس تتكلم على احصائيات ليه فتبني عليها ان الراجل ده كذا، ده كلام مش منطقي. لان اهم حاجه وانت بتتكلم على داتا اصلا، يعني اساسا يعني لما حد يجي يتكلم على الداتا، اهم حاجه السامبل سايز. يعني اهم حاجه انت بتتعرض الكلام ده في قد ايه من الدقايق، قد ايه من الماتشات، قد ايه من المواسم، يعني كل ده بيتحط في الحسابات وانت بتتكلم في الداتا. فبالتالي الراجل ده مفيش اصلا الكلام ده عليه، انت بتتكلم في ماتش واحد لعب. ف لكن اللي احنا شفناه ايه، اللي احنا شايفينه ان الراجل ده يقدر يعدي بسرعته بقوته زي ما اتكلمنا في البودكاست وزي ما بنقول دلوقتي. الراجل ده بان كده ان هو يقدر يعدي سريع وقوي جدا، ان هو يقدر يعدي في المراوغات، بيعدي حرفيا بسرعته بقوته. فيقدر يفيدك جدا لو حطيته في مواقف العزل بتاعه الاجنحه. ايه مواقف العزل دي؟ ببساطه لو خليته هو التاتش لاين وينجر، او هو الجناح خط بتاعك اللي واقف على اقصى خط الملعب، وخليت دايما استلاماته في الثلث الاخير من الملعب، ما تخلوش ياخد قرارات آه كتير ان هو يمرر. لا، حاول ان انت كلاعب اللي تجريه، مش هو اللي يجريك. فاهم؟ فلازم الزمالك يتكيف على اسلوب لعبه اصلا، وهو نفسه لازم يتكيف مع اللعب بالطريقه دي، ان هو لازم شويه يحاول ان هو نستفيد منه بقى بعد ما يحطك في مواقف. لو احنا قدرنا مثلا ان احنا نحطه في موقف عزل مع ظهير، يعني جناح على ظهير مثلا في تلت الملعب الاخير، قدر يعدي في كوره، ممكن جدا جدا يخلق لك موقف هجومي غير عادي. لو عدى لانه سريع وقوي فيقدر يعدي، وفعلا ذكي في المهاره الفرديه، يعني بيعمل حاجات مش متوقعه، انا اصلا مش ببقى ساعات متوقعه. فالراجل ده لو زاد مثلا وعمل عرضيه اي حاجه، حتى الكوره ممكن جدا جدا واحد يقابلها فيخلق لك موقف يهدد على المرمى، ممكن هو نفسه يشوط. يعني لان هو ليه اهداف
في الفيديوهات صراحه بتبين ان الراجل ده ممكن التصويب عنده كويس، بس هو ما اتحطش اصلا في المواقف دي، لان هو دايما عايز يحط نفسه في مواجهات ثنائيه وثلاثيه، لان هو البساطه عنده والقرار عنده مش احسن حاجه. فنأمل ان هو يحسن الموضوع ده، وان الدنيا ان شاء الله تتطور، وبرضه ان فريرا يقرا شويه الحته دي. يمكن ما اعرفش انا بقى، طبعا هو اكيد ادرى مني، لكن يقرا شويه حته اللي هو في رايي ان هو يستخدم اكتر كجناح خط، بدل ما تخليه يخش لجوه دي كتير، لا خليه جناح خط، وبعدين يبدا من عليها، وبعدين يبدا نشوف هيعمل ايه بقى، يخش لجوه يتحرك على اساسه الظهير يعني. ده بالنسبة للشق الفني والكلام الفني. لكن بالنسبة بقى للنقطة التانية اللي ظهرت بعد المباراة على طول، وطبعا عملت رد فعل عند الجمهور برضو، فكرة إن هو كان متضايق من التغييرة، وراجل كان يمكن غضبان وما سلمش على الناس مثلا، والحاجات اللي زي كده اتقالت. آه، بصراحة أنا أولا مش مع الجماهير إنها تهاجم اللاعب خالص. لاعب من منطقة مختلفة وعليه مختلفة، وأنت مش دورك. يعني أنت مش دورك إنك تقعد نحمل كذا، وأنت والطريقة اللي أنت بقى إيه، فاهم، الحمية يتحمى الوطن دي مش وظيفتك، يعني مش طريقتك. عجبني جدا جدا، بعيدا عن الكلام الجميل ده، عجبني جدا 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 بصراحة شديدة جدا الراجل عبد الناصر محمد. عجبني جدا في التعامل مع الراجل ده، في حاجة أنا شفتها في فيديو كده، يعني شفتها كان في تقريبا حد من الجهاز الفني رايح يحتضن اللاعب، يحتضن شيكو بانزا يعني، ويحاول ايه اللي هو ايه، زي تحس ان هو عارف انت اللي هي مراداه دي في الكوره والحاجات دي، وياخده تحت باطه وبتاع وبتاع وكده. قال له شاور له كده وبتكشيره وبتاع، قال له لا وما تعملش كده. ف فاللي انا عايز اقوله بايه من الموضوع ده كله، ان انت ما تحطش ايه، ما تضغطش تقولش مثلا للراجل اعمل كذا. هو الراجل عارف يعمل ايه. الراجل لما عمل الموقف ده بين لي بصراحه ان هو الراجل ده شيء يعني بيتعامل بسرعه جدا. الراجل اتعامل من غير اي تفكير، شاف حاجه على طول قال له لا وده الصح، قال ما تعملش الكلام ده. والجهاز هو اللي هو الناس شايفين اكتر منك، يعني احنا كجماهير وعلى السوشيال ميديا، لا مش هم شايفين اكتر منك، وهم يتعاملوا مع الراجل ده وفقا للحاجات اللي هم حاطينها واللوائح والقوانين وكل حاجه، يتعاملوا مع الراجل ده بس. ويمكن يسامحوه، ويمكن ما يسامحوهوش، يعاقبوه بطريقه معينه. هم شايفين الصح، انت مش شايف ومش عارف القصه كلها، ومش شايف وجهتين النظر، ومش عارف اصلا اي حاجه. فما تبنيش بقى وتهاجم وتخش، ولا في نفس الوقت تدافع وتنتقد اي قرار. لا، تبقى مع القرار النهائي بايا كان. فالراجل عبد الناصر محمد صراحه قدم لقطه محترفه جدا. اخيرا اخيرا آه يعني بصراحة فوز يعني رفع معنويات الواحد جدا، وادانا امل اكبر ان احنا نكمل. بس يعني لازلت مترقب اشوف الزمالك قدام الفرق اللي بتتكتل ورا، لانها مشكلة كبيرة جدا، واشوف افكار لفريرة، واشوف فريق بيتطور. لكن الراجل يا جماعة يا جماعة، عارف يا لمبي، انا مش رياض، الراجل مش اوزوريو، مش اوزوريو.